السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير من اسكندرية، من قدام نادي سبورتنج اللي هيكون ان شاء الله قدامه على طول في شارع الفار وشارع البروني وشارع الأعشى محطة مترو اسكندرية في المسار السطحي لمترو اسكندرية. المسار السطحي يا جماعة واخد من كفر عبده لحد محطة مصر 6 محطات، 3 قدام 3 جداد. القدام سيدي جابر والحضرة ومحطة مصر والجداد كفر عبده سبورتنج وباب شرقي ان شاء الله. يعني عندنا 20 محطة، 14 محطة علوية و6 محطات سطحية. العلوية من ابو قير لحد الظهرية، وبعد كده من كفر عبده لحد محطة مصر محطات سطحية ان شاء الله. هنا شارع البروني وشارع الفار وشارع الأعشى، المنطقة اللي فيها محطة مترو سبورتنج ان شاء الله. احنا شفنا مع بعضينا المحطات من اول ابو قير لحد محطة مصر اللي بيحصل فيها. تقريبا جميع الاعمدة اتحطت والكاميرات من محطة مصر لحد الظهرية. الشغل ماشي في المنطقة دي 100 صورنا معظمه. يعني عارفين المترو بدأ في يناير 24 30 شهر. اخر كلام ان المترو ان شاء الله هيشتغل على اول الربع الاولاني من 27 ان شاء الله. كله بامر الله، كله بامر الله. التزامن ان شاء الله اول فبراير، يعني اول الشهر الجاي، يعني كمان 10 ايام هيبدأ ايقاف ترام اسكندرية للتطوير. برضو 12 محطة علوية و11 محطة سطحية ومحطة نفقية ان شاء الله. كله بإذن الله. هنا يا جماعة المترو هيكون علوي وسطحي، هتعتبر 3 دقايق ما بين قطر وقطر. هياخد المسافة ما بين محطة مصر وابو قير نص ساعة. طاقة استيعابية كبيرة جدا. محطات علوية وسطحية، سلالم كهربائية وسلالم عادية. وهنشوف ايه اللي هيحصل. كلها ايه سنة بالظبط اهيت يا جماعة نركب المترو ان شاء الله. امبارح برضه كنت مصور في مسار الترام، كان في ازالات كده في مسار الترام بتاع اسكندريه بيستخدموا بيوسعوا الشوارع عشان الترام اما تقف هتعمل باصات كده وعربيات بدل الترام ان شاء الله. زي ما حصل مع القطر عملوا باصات بديله من ابو قير لمحطة مصر ومحرم بيه والمنشية وبحري بدل الترام. الدنيا شغالة اهو. وحاليا بيتعمل طريق محور الملك حفني الجديد بامتداد شارع ابو قير. يعني الاول شارع ابو قير كنا بنيجي عند فاكتوريا ونقف ونخش على كمال عبد الناصر. دلوقتي ابو قير شارع ابو قير هيتكمل من فاكتوريا لحد ابو قير في شارع الملك حفني. هيبقى اتجاهين تحت المترو ان شاء الله، تحت الاعمده وتحت ايه؟ تحت الكاميرات. مش هيبقى فيه بقى ايه حاجه ثانيه، مش هيبقى فيه بحر وقبلي. هيتفتح الطريق ملك حفني بحري على قبلي عشان التبات اللي في النص دوت، واي حاجه في السكه هتتزال، اي اكشاك اي محلات اي بيوت كله هيتشال. يا رب. احنا كده فاضل سنه بالظبط ان شاء الله نركب المترو ان شاء الله. شفنا مع بعض يا جماعه كمان هدم الحته اللي عند منطقه بير مسعود
بيتعمل كده منطقة سياحية جميلة جدا هناك، بس البير هيفضل زي ما هو يعني ان شاء الله يعني. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. لو في حد عنده أي معلومة يقولها لنا كده يفيدنا بيها برضو، أي ملاحظة يقولها لنا، أي حاجة عايز يقولها لنا بالتعليقات. بقى الشير واللايك والتعليقات والاشتراك. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.